بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضاعة الطبيعية سر حماية طفلك ومناعته. هنتعرف في الفيديو النهارده إن شاء الله إزاي الرضاعة الطبيعية بتزود مناعة الطفل وبتحميه بكتير من الميكروبات والعدوى والبكتيريا، وإزاي جسمك بيتفاعل مع طفل أثناء الرضاعة ويفهم الإشارات اللي جاية من الطفل ويعرف احتياجاته ويلبي احتياجات طفلك ويظبط الرضعة التالية على حسب احتياجاته. ازاي الرضاعة طبيعية بيكون مناعة طويلة الأمد بتحمي الطفل في كتير من الأمراض اللي بتجيله في المستقبل، وإيه أهم 4 حاجات تزود لبن الأم وتزود الرضاعة الطبيعية وبالتالي تزود المناعة، وأهم 4 حاجات تقلل لبن الأم وتقلل المناعة. فتعالي بينا مع بعض نشوف أهم 3 معلومات عن الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أول حاجة مش مجرد رضعة أو أكل بياخده الطفل. الرضاعة الطبيعية عبارة عن جرعة مناعة كاملة بتزود مناعة الطفل. لو شفنا الجهاز الهضمي زي ما هيظهر في الصورة ورايا، ده رسمة تخيلية للجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي فعليا فيه فجوات وفتحات ما بين الخلايا، ليها وظيفة مهمة، إن هي دي بتسمح بمرور البروتينات الكبيرة وبمرور الأجسام المناعية للطفل فتزود مناعته وتحميه، ولكن في نفس الوقت ممكن تعدي منها البكتيريا الضارة وتعدي منها العدوى والميكروبات والفيروسات. لذلك ربنا خلق للطفل درع مناعة، درع وقاية يحميه من العدوى والبكتيريا. الدرع مكون من طبقات مختلفة، عدي معايا وشوفي. أول درع عبارة عن أحماض دهنية وميوسين بينزل مع اللبن يغطي جدار الأمعاء ويمنع التصاق البكتيريا الضارة والميكروبات بجدار الأمعاء. الدرع الثاني عبارة عن أجسام مضادة، immunoglobulin A وimmunoglobulin M، تنزل من لبن الأم وتقف زي الجنود قدام جدار الأمعاء فتمنع الميكروبات والبكتيريا من الالتصاق بجدار الأمعاء. وعندنا البكتيريا النافعة، ده جيش تاني واقف قدام جدار الأمعاء يحميه من أي عدوى وأي إصابة. وعندنا درع تاني وطبقة تانية هي سكريات بتسمى سكريات الإلجو. السكريات دي صعبة الهضم للطفل، ما بيهضمهاش كويس، ودي بيخليها تفضل في الأمعاء تتغذى عليها من البكتيريا النافعة وبكده تعيش وتنتشر فتحمي الجهاز الهضمي كله من البكتيريا الضارة ومن العدوى. والسكريات الإلجو فايدة تانية، تلتصق البكتيريا الضارة والعدوى والميكروبات خلي جهاز المناعة يتعرف عليها فيبدأ يهاجمها عن طريق الجيش اللي بعد كده، وهي الخلايا الملتهمة والخلايا القاتلة اللي بتنزل في لبن الأم فتقضي على البكتيريا الضارة وعلى الميكروبات وعلى الفيروسات. وعندنا اللاكتوفيرين، ده بيمسك في الحديد فيحرم البكتيريا الضارة ويحرم الميكروبات من الحديد اللي هو لازم لها عشان تنمو وتتكاثر وتعيش، فيكون عامل ودرع حماية لجدار الأمعاء. كل ديت كانت دروع ربنا عز وجل عملها للطفل اللي بيرضع طبيعي وبس، مفيش أي حاجة تانية تعمل اللي موجود في اللبن الطبيعي. ومع كل ده جسمك بيتناغم مع طفلك ويتفاعل معاه بطريقة مدهشة أثناء الرضاعة. فعن طريق اللعاب زي الدراسة اللي هتظهر ورايا دلوقتي، الطفل بيرسل إشارات كيميائية للأم تترجم في جسم الأم وتعرف منها احتياج الطفل، فيبدأ اللبن يتغير على حسب حالته وعلى حسب احتياجه. محتاج فيتامينات، محتاج أملاح، محتاج بروتينات، عنده عدوى أو دور برد، فيبدأ جسم الأم يكون أجسام مضادة لدور البرد أو العدوى ديت تنزل مع الرضعة التالية لابنك فتزود مناعته وتحميه. التناغم ده بيتم في كل رضعة، فكل رضعة هي جرعة مناعة بتزود مناعة ابنك وتحميه طول الوقت. كل رضعة هي رضعة مخصصة مصممة لطفلك بس، فرضعة أم فلان مختلفة عن رضعة أم فلان. فالرضاعة الطبيعية هي درع وقاية لطفلك بتحميه من كتير من الأمراض وتقلل إصابته وتعرضه للأمراض في المستقبل. ده ما تطلع الدراسات اللي ورايا دي كلها بتثبت إن الأطفال اللي بيرضعوا غير طبيعي الضعف تقريبا معدل اصابتهم بالامراض النزلات المعويه، بالالتهابات الشعبيه والنزلات الشعبيه، بحساسيه الصدر، التهابات الاذن الوسطى. الرضاعه الطبيعيه حتى بتقلل نسبه اصابه ابنك بالسكر من النوع الاول او حساسيه الصدر في المستقبل. فالرضاعه الطبيعيه هي درع حمايه لابنك تقوي مناعته وتحميه من منذ الولاده لحد ما 4 حاجات تزود لبن الام وتزود المناعه. أول حاجة رضاعة منتظمة ومستمرة،
رضاعة كل ساعتين ل3 ساعات مش قبل كده ولا بعد كده، ده يخلّيه يرضع رضعة مشبعة وبالتالي يزوّد إضرار اللبن. 2 أكل صحّي ومتوازن. حاولي دايمًا أكلِك يكون فيه بروتينات، لحوم، أسماك، بيض، يكون فيه فواكه، يكون فيه خضروات، بحيث إن جسمِك لمّا يستلم إشارة من طفلِك يطلب احتياجاته، يكون جسمِك في الوقت ده قادر إن هو يلبي احتياجات طفلِك، ولإن طفلِك كل أكل بتاكليه هو بيشعر بيه، تاكلي جوافة، تاكلي تفاح، تاكلي مانجا، تاكلي أكل فيه ريحة فانيليا، فينزل اللبن بطعم كل أكل أنتِ أكلتيه، فيبدأ الطفل يستطعم الطعم ويحس بريحة الأكل اللي أنتِ أكلتيه، فكل يوم بينزل لطفلِك الأكل بريحة ونكهة مختلفة حسب طبيعة أكلِك. فمنها طفل بيبقى متقبّل لبن الأم باستمرار لإنه كل يوم طعم مختلف وجديد، ومنها بتعوّديه إن هو يتقبّل الأصناف ديّة بعد كده لمّا نيجي ندخّلها من عُمر 6 شهور لسَنة زي ما هنتكلّم في الفيديو الجاي إن شاء الله. تالت حاجة وهي النوم والراحة. بعض الأمهات تقول نوم وراحة إزاي وإحنا معانا بيبي سهران طول الليل ونايم طول النهار وإحنا ورانا أشغال طول اليوم. أقول لِك الأول تعالي نعرف إيه أهمية النوم، عشان بعد كده لمّا نقول نعمل إزاي ونحاول نوفّق وضعنا إزاي، يكون إحنا مقدّرين. أول حاجة الأم لمّا بتنام وترتاح وتاخد كفايتها من النوم وتدخل في مرحلة النوم العميق، ده بيكون وقت إفراز هرمون إدرار اللبن وهرمون تكوين اللبن، فيزوّد الرضاعة ويزوّد المناعة. فأنتِ دايمًا رتّبي نفسِك، وقت ما الطفل يكون نايم إنِّك دايمًا لو الوقت متاح تاخدي معاه بعض الوقت، هو بينام له ساعة لساعتين، تاخدي معاه ساعة، ساعتين تريّحي جسمِك، بحيث جسمِك يرتاح ويساعد على انتظام هرمونات إدرار اللبن وتكوين اللبن، وبالتالي يزوّد مناعته. احرصي دايمًا إن يومِك يكون فيه شرب كمية كبيرة من السوائل، على الأقل لتر ونُص، واحرصي دايمًا على السوائل اللي بتزوّد إدرار اللبن، زي الحلبة، زي المُغات، زي اليانسون. آخر حاجة ورابع حاجة بتزوّد اللبن هي العلاقة بينِك وبين طفلِك. احرصي دايمًا إن يكون في اتصال جسدي بينِك وبين طفلِك، وبنسميها كنجارو care. بالضبط زي ما كنجارو بيشيل ابنه في كيس على بطنه، الوضع ده بالنسبة للأم لمّا تكون نايمة على ضهرها والطفل نايم على صدرها وما فيش ما بينهم فواصل skin to skin contact زي ما بنقول، ده بيعمل حاجات كتيرة للأم وللطفل. للطفل الوضع ده بيريحه، بيقلل المغص وبيقلل الانتفاخ، فيخلّيه يرضع رضاعة مشبعة، فيزوّد اللبن. الحاجة التانية بيحسّس الطفل بالأمان والطمأنينة، لإن هو دايمًا في الوضع ده بيسمع ضربات قلبِك اللي كان عمّال بيسمعها 9 شهور، فبينام ويرتاح وياخد راحته. الحاجة التالتة هو بيرجع للأم مع ده بيخلّيها كُلّه حُضن ودفء وحنان ما بينها وبين طفلها، ده بيزوّد اللبن وبيزوّد مناعته. فاحرصي دايمًا على الاتصال مع ابنِك بدون ما يكون في بينكم حاجز. 4 حاجات بتقلل لبن الأم وتقلل المناعة. منهم بعض الحاجات هي عكس اللي قُلناه قبل كده بس لازم تعرفي ليه. لمّا جيت كلمتِك عن النوم، فقِلّة النوم والتوتر العصبي والعصبية، كل ده بيزوّد هرمون الكورتيزون، ويزوّد هرمون الأدرينالين، وبالتالي يقِل هرمون إدرار اللبن وهرمون تكوين اللبن، فإنِّك أنتِ العصبية والقلق وقِلّة النوم كل ده يقلل اللبن. تالت حاجة هي بعض الأدوية اللي للأسف منتشرة في كتير من البيوت، ولكن ما حدش يعرف إن هي بتقلل إفراز اللبن، زي أدوية البرد اللي كلّها فيها سودوإفرين، فده بيقلل هرمون اللبن. بعض أدوية الحساسية زي الزيرتك ده بيقلل هرمون اللبن، بعض أدوية الاكتئاب بتقلل هرمون اللبن، فدايمًا احرصي إنِّك قبل ما تاخدي أي علاج إنِّك ترجعي للطبيب عشان تتأكدي العلاج ده بيأثّر على هرمون اللبن ويأثّر على الرضاعة والّا لأ. آخر حاجة بعض الأكلات اللي بتقلل لبن الأم وتقلل بالتالي المناعة. الأم اللي دايمًا بتاكل بعد الولادة تبدأ تاكل الأكلات الحراقة وتبدأ تاكل الشوكولاتات بكميات كبيرة وتبدأ تاكل أكلات فيها بقدونس بكميات كبيرة، كل ده بيقلل لبن الأم وبيقلل الرضاعة. فالأكلات الحراقة والشوكولاتة تعمل انتفاخات ومغص للطفل فتقل رضاعته وبالتالي يقل نزول اللبن ومع الوقت تقل الرضاعة وتقل المناعة. كذلك البقدونس بكميات كبيرة والنعناع كل ده يقلل إفراز هرمون اللبن فتقل الرضاعة وتقل المناعة. في الختام لو أنتِ عايزة تزودي مناعة ابنِك حافظي في أول 6 شهور على رضاعة طبيعية وفقط. ابنِك مش محتاج أي حاجة غير الرضاعة الطبيعية في العمر ده، هي دي اللي هتزوّد مناعته، وهي دي اللي هتحسّن صحته، وجسمِك حسب احتياجاته بيدّيه، لو محتاج
سوائل كتير بيزود السوائل، لو محتاج فيتامينات أو بروتينات كتير بيدّي له احتياجه، فما عليكِ إلا إنِّك أنتِ تراعي ال4 حاجات اللي بتزوّد وتراعي ال4 حاجات اللي بتنقّص، تخلّي بالِك منّهم وتحرصي دايمًا على إنِّك ترضعي طبيعي في أول 6 شهور، والمرّة الجاية إن شاء الله نعرف إيه هي الأكلات اللي ممكن ندخّلها من 6 شهور لسَنة، وليه ما ندخّلش الأكل قبل كده، وليه ما ندخّلش الأكل متأخّر زي ما بتعمل بعض الأمهات. جزاكم الله خيرًا ودمتم في أمان الله وأنتم في أحسن صحة وأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.